مين ده؟ الفرخة اللي اشتريتها. هي باينة. هي دي الفرخة؟ هي دي كلها. يمحي ولا يهمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي جوه مصر وخارج مصر. بحبكم في الله. نصلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام. معايا الفرخة هحاول اعملها زي كنتاكي النهاردة اهو، ويا رب يكون كمان عجبكم جزء المسرحية، يعني جاية على السيرة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا عندي الفرخة مقطعها بقى حوالي 8 أو 6 زي ما انتوا حابين، وهننضفها مع بعض برضو ومنخليش فيها اي دم زي اللي احنا شايفينه دون او اي زفارة مع بعض برضو كده واحدة واحدة، عشان حبايبي اللي لسه مبتدئين اللي مش عارفين ينضفوا الفراخ كويس. انا كده يا دوبك شطفتها شطفة كده خفيفة وببتدي اقطع معايا كده الفرخة. هقطعها كده 8 أو 6 زي ما احنا عايزين. انا كده قطعتها حوالي 8 قطع عشان نعملها زي زي اللي بتباع بره كده اهو. نشوف بقى طريقة التنظيف بتاعتنا. ناخدها كده ونروح على طول على الحوض، نشطفها كده شطفة برضو تاني خفيفة. بس المهم بقى هنا معلقتين الدقيق دول، ونقعد بقى ندعك فيها لغاية ما نطلع كل الزيادة اللي فيها، وهتطلع كل الزفارة اللي فيها. وانا غسلتها تاني لغاية ما بقت المية بتاعتها يعني كده زي المراية. وعندي المية مغلية وسقطت الفراخ فيها اهو. وهغطي بقى على طول من غير ما احط ملح ولا توابل، يا دوبك اخلي الفراخ تاخد نص سوا، وهبتدي احط بقى الملح والتوابل بتاعتي علشان ما تاخدش سوا على النار كتير. نأخر الملح شوية علشان ما ياخدش تأخير السوا اللحمة او الفراخ او اي طيور. نخليها كده يا دوبك نص سوا وننزل بالملح والتوابل بتاعتنا. انا عندنا فلفل اسود، كزبرة والملح، واللي عايز بيحط شطة يحط زي ما انتوا حابين اهو. نغطي بقى تاني واخليها يا دوبك كده نص ساعة وخلاص. دي انا كده عندي بقى هنا التوابل بتاعت الخلطة بتاعتي. عندي بابريكا، عندي بهارات فراخ، عندي توم باودر وبصل باودر وملح. ودي بقى عندي هنا من عند العطار جبت كوباية بقسماط وكوباية خلطة كنتاكي. واللي ما عندوش خلطة كنتاكي سهل اوي ان احنا ممكن نجيب اي حاجة من سوبر ماركت الكياس، سان بايكس او اي مقرمشات من السوبر ماركت، بندقها كويس وبتدينا برضو نفس النتيجة ونفس الطعم. بس ما بنحمصهاش، نخليها خشنة كده زي ما احنا شايفين كده، بنخليها خشنة على كوباية بقسماط. ونحط بقى عليهم التوابل بتاعتنا، البابريكا، الملح وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر. واللي عايز يحط حبهان يحط، واللي عايز يحط ورق لوري مطحون كمان يحط. اهو نقلبهم كده مع بعض، ويا دوبك
حطيت نص معلقة ملح، ما كترتش ملح علشان انا حاطة ملح في الشوربة او في الفراخ اللي على النار، مش عايزة الحاجة بتاعتي تبقى مالحة اهو، يا دوبك ملحها كده مظبوط. وهنحتاج برضو بيضتين او بيضة زي ما احنا عايزين على قد الفراخ او كمية الفراخ اللي احنا هنعملها. نروح بقى، خلصت النص ساعة على النار اهي، بص يا دوبك نعرفها من الصدور اهي، ونحطها في مكان واسع كده او صينية واسعة علشان انا محتاجاها تبرد. طلعناها كده طبعا ايه، خلاص هي استوت، ما بخليهاش تتهري قوي يعني، لا انا بخليها برضو ايه تستوي كده عادي عشان تبقى ماسكه نفسها. دلوقتي بقى ايه، خلاص بردت اهو زي ما احنا شايفين. طبعا محتاجه بقى ايه انها تتحط بقى في الخلطه بتاعتنا. انا عندي هنا بقى جايبه بسم الله كده، هنبتدي ايه نكسر البيض بتاعنا، البيضتين بطريقة سهلة وحلوة قوي، والنتيجة والله هتبقى زي الفل، جربوها مش هتندموا. يلا بقى ما تنسونيش بقى في اللايك تحت اهو، اللي نسي يحط لايك يحط لي لايك، وشوية بقى فلفل اسود عشان الزفارة اهو. نقلب بقى كويس كده بالشوكة، نقلبها كويس. مهم اوي ان احنا نضرب البيض علشان ما يبقاش فيه اي يبقى كله كده ماسك في الفرخة لما نيجي نحطها اهو، يبقى كده ايه سايل معانا. نجيب بقى جنبنا الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها اهو. افتكروا ان احنا اديناها ايه تقلبتين كده خفيفة جنب البيض. وزي ما قلت لكم اللي ما عندهوش خلطة كنتاكي ممكن يجيب اي حاجة كده باي طعم، اكياس، كرانشي، اي حاجة هتدق كده يا دوبك في كيس، تدقوها في كيس كده يا دوبك ايه، وتخلوها خشنة كده تديكم برضو نفس النتيجة واحسن كمان. انا غطست بقى الفراخ بتاعتي الاول، خدت جزء كده وحطيته في البيض، وبعد كده هغطس بقى ايه في الخلطة بتاعتنا دي اهو. الخلطة دي كده ايه، وهدوس على قد ما اقدر، كل ما هدوس كل ما اخد نتيجة افضل او نتيجة احسن يعني اهو. نحط بقى كده وندوس، نحط وندوس عشان كل الايه الخشن دون ما يبقاش من بره او ما ينزلش منها، لا هندوس ونغطس كده فيها وايه، ونكتمها كده شويه عشان ايه ناخد نتيجه حلوه قوي منها. هتطلع مقرمشه معاكم وهتبقى زي الفل اهو. بصوا بقى اهو، نسيبها بقى على جنب كده. وبرضو هاخد برضو معاكم حتة تانية كده برضو يا دوبك اسقطها في البيض، نسقطها كويس من الجنبين اهو. تبقى الشوكة اللي انا بستخدم فيها البيض ما ينفعش ايه، ممكن برضو ايه نقلبها كده بالطريقة دي عشان كل الخلطة تدخل ايه من جواها. ونكتم كده بايدينا وندوس بايدينا عشان نتأكد انها ان الخلطة الكنتاكي كلها ايه دخلت جواها. بصوا اهي، وكل ما بنسيبها قبلها بشوية كده لغاية ما نخلص يعني ما نحطش الخلطة وبعد كده على الزيت على طول، لا يا دوبك بس ايه نعملهم كلهم ونريحهم، الحاجة بتمسك او الخلطة هتمسك اكتر. انا كده خلصت بقى الكمية اللي معايا خلاص. بصوا
وباخد من اول واحدة ان انا ايه عملتها. ما تنسونيش بقى في اللايك. وعندنا هنا بقى زيت يكون سخن وغميق، شوية زيت كتير كده. انا عملتها في الحلة عشان يبقى ايه بسم الله كده. حط التانية اهو على قد ما الايه الطاسة تاخد معاكي. بصوا اللون الاصفر الذهبي ده الجميل اهو. نقلبها بقى الناحية التانية زي ما بنجيبها من بره واحسن كمان اهو. بصوا طلعت معايا صفرة كده لونها ذهبي وحلوة اوي. طلعها بالمصفاية كده او بالشبكة دي. بصوا يعني بقول لكم طلعت مقرمشة وطعمها يعني فعلا زي ما احنا بنجيبه من بره. نحط بقى بقية الكمية اهو. نحاول بقى نحط بقية الكمية برضو كده. وطلعت بقى برضو معانا وبقت زي الفل. طلعها برضو نفس اللون كده يا دوبك. هي ما بتاخدش وقت في الزيت. نبقى واقفين جنبها كده ما نسيبهاش. بصوا بقت زي الفل كده. الفرخة بتاعتنا طلعت زي الفل. بصوا الحاجات اللي عليها دي بتخليها فعلا تطلع مقرمشة وفي نفس الوقت طرية من جوه، لان انا كنت معلية النار. ولقيت كده جنبها ان انا ايه لازم اعمل شوية رز اهو. نحط معلقتين زيت كده كبار اهو عشان يبقى كلها وجبة متكاملة مع بعض، او تبقى غدا كلها كده مع بعض. كل واحد ياخد الطبق بتاعه، يبقى فيه الرز والفراخ والسلطة والكاتشب اللي احنا ايه هنشوفه مع بعض برضو كمان شوية. تابعوا الفيديو للاخر. نحمر شوية الشعرية كده. رز عادي يعني مفيهوش اي صعوبة اهو. اول ما تتحمر معانا وتاخد اللون الذهبي ما بخليهاش تتحمر قوي، وببقى بحرك فيها برضه على طول الشعرية ما بسيبهاش عشان يبقى كلها نفس اللون، تاخد نفس اللون بتاعها اهو. نحط الرز بقى دلوقتي. الرز ده انا غسلاه كويس عشان في ناس ما بتغسلش الرز. لا لازم نغسل الرز يا جماعة اهو. ونقلب كده حوالي ايه 5 دقايق يتنشف. لازم اهم حاجة الرز عشان يطلع ناجح معاكي تنشفي الرز كده ايه 5 دقايق تقليبه. بصوا يتحمص كده معاكي. وفي نفس الوقت ننزل بالشوربة او بالمية تكون مغلية. بصوا كده تلاقوا اول ما تنزل تلاقوا الايه الشوربة بتغلي على طول عشان الرز ينجح معاكي. لازم الرزاية تبقى سخنة، وفي نفس الوقت المية اللي هتعملي بيها او هتشربي بيها الرز او الشوربة بصوا بتغلي ازاي. تنزلوها برضو بتغلي. بصوا بقى طلعت ما شاء الله كده ايه الرزاية ايه بوحدتها يعني. هنوطي عليها النار طبعا بعد دقيقة من الغليان. معانا بقى هنا ايه انا جنبي هنا كاتشب. ده طبق التقديم بقى. وقولي لي رايكم يا جماعه يعني في التعليقات. بحب اوي ان انا اشوف التعليقات بتاعتكم. طبق الكاتشب. وده الطبق اي شكل بقى عندكم تنزلوا فيه الرز. ممكن بولة مدورة او اي شكل عندكم زي ما انتوا حابين او اللي متوفر عندكم. ودي شوية جرجير انا حطهم برضو على جنب كده عشان يكسروا اللون ده. بصوا يعني وطلعت والله يا جماعة تحفة جميلة جدا. جربوها واكتبولي برضو في التعليقات طلعت معاكم ايه. بصوا اللون الذهبي كده يعني بصراحة مش محتاج حاجة تاني. بالهنا والشفا. نكسر بقى شوية الرز ده بالشعرية. نجيب ورقتين جرجير كده
رب يكون فيديو النهارده عجبكم يا جماعه، وما تنسونيش في اللايك وتفعيل الجرس